يجب أن يمثل جلادون أمام القضاء، لأنه من غير المعقول لا يفهم الشعب التونسي أن تكون أمامه قائمة طويلة من ضحايا التعذيب، من الذين استشهدوا تحت التعذيب، من الذين لا يزالون يحملون آثار التعذيب على أجسادهم، نساء ورجالا صغارا وكبارا، ولا يجد إلى جوارها قائمة أخرى على قدر طول القائمة الأولى تتضمن أسماء الجلادين، لا فقط رغبة في التشفي والانتقام أو القصاص منهم، ولكن حتى يكونوا عبرة لغيرهم، لأن المفلت من العقاب يشجع غيره على ممارسة التعذيب، ولكن العقاب يردع المسلط عليه، ولكن من تسوي له نفسه أن يرتكب نفس الجريمة. ولكن في أي إطار القضايا التي تم تعهيد القضاء بها صدرت فيها أحكام لم ترضي لا الجلاد ولا الضحية، وغصة الضحية أكبر، لأن جريمة التعذيب جريمة شنيعة فيها اعتداء ليس على جسد الضحية فقط، ولكن على روحه وعلى عقله وعلى عائلته. التعذيب ليس لطمة أو صفعة فقط، هو تعرية، وهو اعتداء جنسي، وهو اعتداء على الزوجة والابن والابنة. كل هذا حصل في تونس، ولكن في أي إطار نكشفه ونعريه؟ في إطار فتح الأرشيف، أرشيف البوليس السياسي، وأرشيف القضاء، وأرشيف الإدارة، وأرشيف الإعلام. ولكن وهذه مناسبة أخرى لأؤكد على موقف صرحت به ولا زلت مصرا عليه وملحا عليه رغم أنه فهم فهما خاطئا. لو فتحت هذه الأرشيفات تحت هذه الحكومة لاعتبرت في إطار التوظيف لمحاربة خصم سياسي، ولفقدت هذه الوثائق قيمتها، بل أكثر من ذلك، لا أصبح المذكورون فيها أبطالا يقدمون أنفسهم على أنهم مستهدفون لا لأعمال ارتكبوها ولا لجرائم اقترفوها، ولكن لمعارضتهم للسلطة السياسية. وكثيرون اكتشفوا المعارضة واكتشفوا الجرأة واكتشفوا الشجاعة بعد الثورة، لأن الشجاعة لم تعد مكلفة، ولأن من يصرح برأي مهما كانت حدوده ومهما كان سقفه يعرف جيدا أنه سيقضي الليلة مع زوجته وأولاده. إذن الإطار هو إطار هيئة مستقلة ذات مصداقية تخرج وتصادقون عليها وتكون منبثقة عن هذا المجلس، هي هيئة الحقيقة والكرامة. الأمر لا يتعلق بأشهر ولا بسنوات، بإمكانكم أن يكون ذلك في الأسبوع القادم وتفتح كل الأرشيفات. وأنا أؤكد لكم أننا لن نعود بعدها نسمع عن وثيقة مسربة هناك، وعن أرشيف مسرب هناك، وعن قائمة سوداء وقائمة بيضاء، وإنما عن حقائق يقرأها الشعب التونسي ويرتب عليها الأثر المناسب.